النادي الاهلي في الصداره. بلال علام. هو في ايه؟ يسترب. مصدوم. قلق جمهور النادي الاهلي. وبن رمضان. ما هو كده مش هينفع. ميزانيه. مهاجم النادي الاهلي. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة ما تنسوش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعمل لايك للفيديو ونعمل اشتراك في القناة. أنا في البداية بس سريعا كده، أنا آسف لوقت حضراتكم. أنا حابب إن أنا أعتذر الصراحة عن تأخيري عليكم وعدم انتظامي في الفيديوهات، وبقالي فترة متوقف في القناة، ولكن غصب عني. اللي ما يعرفنيش أنا أصلا بشتغل في المونتاج، فكان عندي شغل في برنامج برودكاست على ام بي سي مصر حسن عسيري، واخر حاجه اشتغلتها على ام بي سي مصر برضو كان برنامج الكاس في بيتنا والفان زون، ايام الاهلي اما كان في امريكا في كاس العالم. باذن الله هنتظم معاكم بفيديوهات واخبار النادي الاهلي. يلا بينا بقى بسرعه نخش في اخبار حلقه النهارده. اول حاجه معانا طبعا بعد البدايه اللي مش حلوه خالص، النادي الاهلي بدا بدايه أسوأ بداية أعتقد في تاريخ النادي الأهلي، ولكن يعني نقول الحمد لله ونشكر طبعا الكابتن عماد النحاس على الفترة اللي قضاها معانا لحد ما وصلنا إلى صدارة الدوري الممتاز. ولكن عزيزي المشاهد، بيراميدز لما يلعب كل ماتشاته ولو كسبها كلها هيبقى فارق اعتقد نقطتين او ثلاثة، مش متذكر بالظبط، عن النادي الاهلي. ولكن طبعا لسه الدوري طويل جدا وهنشوف ايه اللي هيحصل. ولكن مباراة امبارح الاهلي والاتحاد، نقول ان يستروب اعتقد ان هو مدرب انا شايف فيه ملامح مدرب يعني اوروبي، طبعا ملامح ان شاء الله انا شايف نجاح باذن الله. تفائلوا بالخير تجدوه. هو لعب في افريقيا مباراة تانية الاتحاد السكندري. لسه هنلعب السبت اللي جاي في مباراة العودة في افريقيا. فما اقدرش احكم على المدرب دلوقتي، ولكن في بعض الملامح كده اللي هو تقدر تاخد بالك منها. يعني مثلا محمد هاني بقى بيتقدم كتير في لعب، كور طويلة، لعب للأمام مباشر على المرمى. ففي بعض المؤشرات يعني نقدر نقول إن هتيجي مع الوقت. ولكن أنا طبعا نروح للموضوع التاني وهو قلق جمهور النادي الأهلي. أنا الصراحة امبارح وأنا بتفرج على الماتش يعني الأهلي كسبان 2-0، هوب الاتحاد جاب جون جميل الصراحة بقى 2-1. بعديها على طول لو فاكرين حضراتكم في كورة اتلعبت برضو بنفس الطريقة بالعرض، ولكن طلعت جنب العارضة للشناوي. وعلى ذكر الشناوي امبارح صد كوره يعني مهمه جدا وفارقه في مباراه امبارح. فبرضو يعني الشناوي بدأ مستواه يرجع. دفاع النادي الاهلي فيه كوارث. دفاع النادي الاهلي من ساعه عبد المنعم ما مشي ورامي ربيعه مشي، انا ملاحظ ان دفاع الاهلي فيه كوارث. هنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ هو ده المهمه الصعبه جدا على يستروب، انه يبدا ينظم دفاعات النادي الاهلي. وده اللي هيودينا للخبر اللي معانا وهو تروب مصدوم. اللي شافه امبارح في المباراه ان انت اللياقه البدنيه بتنهار في الشوط الثاني بالشكل ده. هو الراجل نزل تغييرات، احمد عبد القادر نزل في الدفاع، يعني احمد عبد القادر كان بيلعب في الدفاع، فانت اللعيبه كلها كانت بتدافع، بيحاولوا يخلصوا الماتش بالنتيجه دي. ده طبعا شيء يخليني الشكل ده ما يخليش الاهلي يفوز بالدوري، ولا يخلي الاهلي انه يفوز بافريقيا. ان شاء الله يتم التحسن، وان شاء الله يعني نجيب ندعم الدفاع في النادي الاهلي. وده برضه هياخدني للخبر اللي جاي. انت واخد بالك يا صديقي؟ انا بطلعك من خبر ادخلك في خبر من غير ما انت ما تاخد بالك. المهم نخش في موضوعنا على طول. اللي انا عايز اقول لكم عليه الاداره باذن الله هتدعم دفاع النادي الاهلي وهتدعم هجوم النادي الاهلي، لان مهاجم النادي الاهلي احنا ما عندناش مهاجم. يعني معلش مع اعتذاري، محمد شريف، جرادياشار، احنا كان عندنا اسامه ابو علي. يعني هناك فارق في السرعات سيدي الرئيس ما بين وسام ابو علي وما بين، خلينا بقى نسيب الورقه دي عشان نركز مع بعض، ما بين وسام ابو علي وما بين محمد شريف وما بين جراد يشار. لا، في فوارق في الامكانيات واضحه. احنا قبل اسامه ابو علي كنا محتاجين مهاجم، جه اسامه ابو علي قلنا بس اللهم صل عليك يا نبي، اسامه ابو علي ده تمام ومية مية وهو مهاجم النادي الاهلي. هوب اسامه ابو علي طار لامريكا ومشي. يلا بقى ربنا معاه. المهم فيعني من بعد اسامه ابو علي ما مشي وبالفلوس الكتيره اللي اتدفعت في اسامه ابو علي، احنا لسه ما جبناش مهاجم. يعني ما ينفعش النادي الاهلي كبير افريقيا وكبير العرب ما يبقاش عندك مهاجم سوبر. فده الخبر اللي انا جاي اقوله لحضراتكم، ان في
الاستاذ طبعا المحترم جدا ياسين منصور. باذن الله يعني في ان شاء الله مفاجاه قادمه في النادي الاهلي، ان هيتم دعم صفقه المهاجم بالتحديد. الرقم على ما اعتقد او على ما وصل لي من اخبار ان هيكون في حدود ال5 مليون او 4 مليون دولار لمهاجم النادي الاهلي. طبعا ده يدل على ان باذن الله هنشوف مهاجم عالمي، مهاجم بقى يجي النادي الاهلي، علشان احنا محتاجين مهاجم. بالنسبه للشق الدفاعي برضو محتاجين مدافع تقيل، مدافع قوي. ياسين مرعي وياسر ابراهيم وبيكهام طبعا، معلش انا اسف، ما بوجهه نظر يعني ما اقنعنيش لحد دلوقتي. اشرف داري من ساعه ما جه هو مقضيها في المستشفى، فهو لاعب كبير طبعا، ومنتخب المغرب. ونبارك طبعا لمنتخب المغرب للشباب على فوزهم بكاس العالم. المنظومه هناك في المغرب غير، منظومه مختلفه تماما. اتمنى طبعا لبلدنا التوفيق. طيب معانا ايه تاني؟ معانا بسرعه بن رمضان. يا جماعه انا بقول لحضراتكم وجهات نظري ومستني رايكم في التعليقات. بن رمضان لحد دلوقتي انا مش حاسس ان ده بن رمضان. يعني بن رمضان انت عندك كتير قوي تقدمه، يعني انت المفروض جايبينك انت لاعب اجنبي في الفريق، فانا المفروض الاحظ ان في فرق بينك وبين اللاعب المحلي. انا شايف ان فيما بعد لو بنفس الاداء ده يا بن رمضان، فمعلش انا اسف يعني مش ده بن رمضان اللي احنا عايزينه. فنتمنى التوفيق لبن رمضان، ونتمنى انه يعود سريعا، لان انت يا بن رمضان عندك امكانيات اعلى من كده بكتير. بلال علام. بلال علام يا جماعه عمال امبارح في المباراه، انتوا حضراتكم اكيد لاحظتوا، سيدي بن شرقي، سيدي يا عمنا يا استاذ بلال علام. حضرتك طبعا قيمه وقامه ومعلق محترم، ولكن انا الصراحه امبارح ودني ما كانتش مرتاحه وانا بسمع التعليق بتاعك. احنا ما عندناش في النادي الاهلي سيدي بن شرقي، احنا عندنا اللعيبه كلها واحد. هتقول لي اصل في المغرب بيقولوا سيدي بن شرقي. معلش ماليش دعوه بالمغرب، يعني احنا في مصر هنا. مش حابب اسمع سيدي بن شرقي سيدي. يعني بصراحه انا ما استريحتش، وبرده مستني رايكم في الكومنتات. فدي كده اخبارنا النهارده، وانا مبسوط جدا ان انا رجعت لحضراتكم تاني. صدقوني والله العظيم ما كلام. وبشكر اللي تابعني لحد دلوقتي او اللي كمل معايا الفيديو الاخر، انت على راسي. وانا اي متابع عندي في القناه، انا اعتقد القناه فيها 400 مشترك تقريبا او 300 حاجه و90. في 3 تقريبا مشيوا حاجه زي كده، بس هيرجعوا ان شاء الله. ف يعني لو متابع واحد فليه حق عليا، او لو مليون متابع طبعا ليهم حق عليا. فانا بعتذر مرة تانية، وان شاء الله هنستمر مع بعض وهنكمل مع بعض. انتظروا دايما المزيد، وشكرا ليكم. السلام عليكم.